تعال اقول لك يا بطل ازاي تزود هرمون التستوستيرون بطريقه طبيعيه وصحيه. بص يا بطل، يمكن الكلمه دي تسمعها كتير ان التستوستيرون او تفتكر ان الموضوع ده مجرد هرمون وخلاص. لا، التستوستيرون ده الاساس اللي بيخلي جسمك بيبني عضلات وبيحافظ على طاقتك ويحسن مزاجك، وكمان بيديك دافع انك تكمل وتشتغل على نفسك. والكارثه ان كتير مننا بيكون عنده نقص في التستوستيرون من غير ما يعرف. نعرف منين ان احنا عندنا نقص في التستوستيرون؟ اول حاجه يبقى ارهاق مستمر. تاني حاجه يبقى عندي ضعف في التركيز، زيرو تركيز. ثلاثة زيادة الدهون في البطن. أربعة قلة الحماس في التمرين أو الحياة اليومية، إن أنا أصلا كسلان. كل دي العلامات ممكن بتكون مرتبطة بانخفاض التستوستيرون. طب إيه الحل؟ الحل مش أدوية غالية ومش كورسات استرويد بتضيع صحتك عليها. الحل الطبيعي والصحي هو إنك تغير شوية عادات في حياتك. تعال أقول لك على شوية عادات ممكن يفيدوك في حياتك اليومية. أول وأهم خطوة هو النوم. لو بتسهر لحد الفجر وتنام 4 أو 5 ساعات، ما تستناش من جسمك أي هرمون بيتظبط فيه. التستوستيرون بيتجدد وأنت نايم، ولازم تنام من 7 ل 8 ساعات. ده نوم متواصل بجودة كويسة. تاني حاجة، جسمك محتاج دهون صحية عشان يقدر ينتج التستوستيرون. ما تخافش من الدهون الصحية زي زيت الزيتون والمكسرات، ولازم بروتين كافي زي صدور الفراخ والبيض واللحمة، أو بروتين نباتي لو أنت نباتي. تالت حاجة السكر والمعجنات. السكر الأبيض والعيش والمعجنات بيخلوا الأنسولين يعلى بشكل كبير، وده بيأثر بشكل مباشر على التستوستيرون. حافظ على أكل نظيف وبسيط. رابع حاجة هي تمارين المقاومة أو تمارين الحديد. تمارين الحديد مش بس بتبني عضلات، لا كمان بتخلي جسمك يفرز التستوستيرون أعلى بكتير، وخصوصا تمارين معينة زي السكواد والديد ليفت والبنش بريس. خامس حاجة التوتر والضغط النفسي. التوتر والضغط النفسي بيرفع هرمون اسمه الكورتيزول، والكورتيزول ده عدو التستوستيرون. ممكن تعمل شوية حاجات تهدي بيهم أعصابك، تلعب رياضة، تقرا قرآن، تصلي، أو طبعا بلاش الأغاني، أو أي نشاط يريح دماغك. وآخر حاجة فيتامين د والزنك. دول اتنين مهمين جدا. طب هستنتجهم ازاي؟ الشمس هي المصدر الأساسي للفيتامين د، ولو ما بتتعرضش للشمس ده خد مكمل. والزنك موجود في الأكل زي اللحوم والبيض. الرسالة اللي أنا عايز أقدمها في الفيديو دوت إن التستوستيرون مش رفاهية، هو أساس قوتك وصحتك وحياتك. وكل خطوة من اللي فوق دي سهلة، لكن التأثير على المدى الطويل. وخلي بالك من نفسك وابدأ غير عاداتك من النهاردة. صحتك أهم استثمار عندك. ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات.